ناس كتير فاكرة إن الجامع الأزهر هو أول مسجد في مصر. المعلومة دي غلط. أول مسجد هو جامع عمرو بن العاص. جامع عمرو بن العاص هو أول وأقدم جامع في مصر وإفريقيا، وليه ألقاب كتير زي تاج الجوامع أو الجامع العتيق. اللي بنى الجامع هو الصحابي الجليل عمرو بن العاص سنة 21 هجريا، يعني بعد سنة واحدة من الفتح الإسلامي لمصر، وده كان في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ووقتها عمرو بن العاص أسس مدينة الفسطاط المصرية عاصمة للدولة الإسلامية. في البداية الجامع استخدم كمقر لاجتماع المسلمين وقوات عمرو بن العاص، وكان وقتها أقلية. كمان شارك بعض من صحابة الرسول في بناء المسجد زي الزبير بن العوام. المسجد اتعرض لتغيرات معمارية كتيرة، لأنه أول ما اتبنى كانت مساحته صغيرة جدا وكان بسيط، لأنه كان مبني من قوايم من جذوع النخل وكان متغطي بمادة اسمها الجريد. وبالتجديد زادت مساحة الجامع لحد ما وصل لشكله الحالي. وعلى الرغم من التجديد في شكله ومساحته، لكنه مازال محتفظ بطابع العمارة الإسلامي القديم. من أشهر الشخصيات اللي خطبوا في مسجد عمرو بن العاص الليث بن سعد والإمام الشافعي ومحمد الغزالي. ودي كانت معلومات سريعة عن جامع عمرو بن العاص، أول وأقدم مسجد في مصر وأفريقيا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو وسبسكرايب للقناة، ويا ريت تفعلوا الجرس.